سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه جديده شباكيه باللوز، كتجي معسله ولذيذه البنات وهشيشه كتذوب في الفم. بلا ما نطول عليكم دابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديال الشباكيه كنحتاجو كيلو ديال الفورص النوع الممتاز ديال الحلويات. عندي هنايا الجنجلان مصهد ومطحون، كنشدو المقله كنسخنوها كنحطو فيها الجنجلان، كنطفيو عليها وكنحطو فيها الجنجلان وغير كنحيدو منه داك البروده اللي كتكون فيه وكنطحنوه ومغربل. انا بالنسبه ليا كنغربل كلشي في الغربال. عندي كاس عامر 125 غرام نص رابعه. عندي اللوز حتى هويا مطحون 125 غرام نص رابعه كاس عامر. عندي الزيت كاس ما عامرش نتوما كما كتشوفوا. عندي الزبده كاس ما عامرش 125 غرام. عندي قرعه ديال ماء الزهر هادي كما كتشوفوها صغيره ما كبيراش بزاف، فيها 25 سنتيلتر، وكنزيدو واحد ربيع كاس ديال الماء. عندي هنايا 4 كاس ديال الخل، ولا غتشدو هاد البيضه وغادي تحيدوها وغادي تعمروها بالخل. عندي جوج ديال الزعفران، عندي شويه ديال الملحه، عندي جوج ديال المعالق ديال النافع مطحون ومغربل، عندي نص معلقه ديال مسكه حره. بالنسبه للمسكه الحره غير بالمعلقه راه كطحن وكتولي بودغ بحال هكايا. زيدوا عليها غير شويه الملح وطحنوها. عندي هنايا معلقه كبيره ديال القرفه، شويه ديال الخميره حبيبات. عندي هنايا غناخذ معلقه ديال الخميره ديال الحلوه. ناخذ الفورص الاول، ناخذ غربال بحال هذا الشكل، غادي نديرو الفورص كله. بالنسبه لهاد المقادير البنات كيلو ديال الدقيق يكون معبر كامل، نغربلوه بحال هكا بهذا الشكل. دابا غادي ناخدو النافع، اللي بغات دير حبه حلاوه يمكن لها دير شي معلقه حتى هي كتعطي نسمه زوينه. عندي القرفه حتى هيايا، عندي مسكه حره مدقوقه غادي نديرها ديريكت، خميره حتى هي. هادو غادي نوريكم كيفاش نديرو بهم. الملحه حتى هي، ناخذ واحد معلقه صغيره ديال الخميره، معلقه صغيره ديال خميره الحلوه. غادي ناخذ الجنجلان بسم الله صافي. بقى شي حاجه لاصقه نحيدوها. ناخذ اللوز مطحون، شي كامل لاصق في الجناب. ندير هادشي على جنب هكا صافي. غادي ندوزو هادشي هكا. انايا صراحه كنغربلهم حتى كنجمعهم كاملين وكنغربلهم، نوفروا الجهد والطاقه وحتى الوقت، يعني باش كتغربلي كل حاجه بوحدها كتضيع الوقت بزاف. والبنات اللي كيكونوا اول مره غادي يديروا الشباكيه غيملوا بالزربه، غير هاد المقادير تيدوخوا بحال هكا صافي. نغربلهم بحال هكا كما كتشوفوا راه كيهبطوا رقاق ليس. غادي نزيدوا الخل، ضروري من الخل البنات بحالو فحال الملحه، حتى الملحه ضروريه في حلويات كنقولها لكم ديما البنات. دابا هاد البيضه غادي ناخذ غير الصفر ديالها والبيض ما غاديش نديروه حيت كيدير الكشكوشه. بسم الله
صافي ناخدو غير الصفر ديال البيض والبيض ديال البيض نحتفظوا به ندير به شي حاجه. دابا غادي نزيدو الزبده. بسم الله. كامله الزبده اللي لاصقه حيت كتجمد شويه. غنزيدو الزيت. بسم الله. بالنسبه لهاد دامط البنه هادي كنوريكم عليها بحال هكايا بهذا الشكل. فتوها بالمعلقه. هادي كتعطي اللون والنكهه، يعني ما كتحتاجوش تزيدوا ملون باش تولي شباكيه تاخذ اللون المناسب ديالها. دابا غنزيدو عليها غير شويه ديال الخل. هكا هي كتذوب ما كتاخذش وقت. صافي بهذا الشكل. نشلو هادي مزيان باش ما يبقاش فيها الكولورون. وهادي كذلك. صافي غادي نزيدو هاد القريعه ديال الخل وغادي نزيدو 4 كاس ديال الماء. غير واحد شويه ديال الماء باش غادي نكملو. انا غادي نوريكم. يا بسم الله. نبداو نخلطو دابا هادشي كامل. بهذا الشكل هكا. اللي بغات تبسبس هذا الشيء بالزبده وبالزيت عاد تخلط يمكن ليها. انايا كنوفر جهد وحتى تماره، يعني كندير كلشي في دقه واحده وكنخلط كندلكو. بنات المبتدئات ما ديروهاش قاصحه بزاف وما ديروهاش عاوتاني مطلوقه بزاف، يعني باش ملي تكونوا تشبكوا فيها ما تلقاوش مشكل كترخا ولا ما غاديش تعرفوا ليها. المهم ديروها بين وبين. هاد القياس اللي عطيتكم راه كافي. دابا غادي نزيدو 4 كاس ديال الماء كما قلت لكم. 4 كاس ديال الماء غادي نزيدو. صافي غادي نجمعوها. ما كتجيش قاصحه بزاف وما كتجيش مرخوفه، حيت كنشوف كاينين الناس اللي كيديروها مرخوفه. الا رختيها ما غاديش تعرفي تشبكيها نهائيا. واصلا الشباكيه ملي كديريها في البلاستيكه كتزيد طرخه، يعني كتزيد طلق. صافي نجمعوها بحال هكا. ندلكوها واحد 5 ديال الدقائق، ما نفوتوش 5 دقائق، حيت غادي ندوزوها في لاباري وغادي نضربوها بالمدلك دغيا كتطلق بحال هكا. ما تكونش قاصحه. هانتوما كما كتشوفوا راه رطبه، عجينه راه رطبه ماشي قاصحه عاوتاني. ما تكونش مرخيه عاوتاني هكايا وما تكونش قاصحه، بين وبين القياس اللي عطيتكم ديال الماء. صافي من بعد ما تلكنا العجينه 5 ديال الدقائق ما نفوتوهاش. غادي نقسموها على 5 ديال القطع متساويين بحال هذا الشكل. بحال هكا 5. غادي ندير لها بحال هكا. كوروهم كاملين ونقد قد. الا كانت شي وحده زعما ناقصه على الاخرى نكملوها.
غادي نديروها في بلاستيكه ونخليوها ترتاح واحد شويه ونطلقوها. هكا بهذا الشكل ونركو عليها ونديروها في البلاستيكه. ارتاحت الكره غادي نطلقوها على هذا الشكل. راه دغيا كتطلق ما كتاخذش وقت بزاف. من بعد ما طلقناها غادي نقسموها على 3 ديال القطع بحال هكا. كل قطعه حتى هي غادي نطلقوها بحال هكا، نتنيوها بحال هكا ونديروها في البلاستيكه. ضروري من البلاستيكه باش تطلق لكم العجينه وما تنشفش. نديروا لها هكا باش تجينا ساهله فاش كنطلقوها. راه كتجي ساهله البنات، جربوها الطريقه كتجي ساهله بزاف. بحال هكا ملي كترتاح العجينه دغيا كتطلق ما كتاخذش وقت. صافي غنديروا لها بحال هكا ونخليوها ترتاح ونبقاو نجبدوا بالوحده بالوحده نطلقوها. والعجينه اللي كتشيط لينا ثاني كنجمعها كنكورها ونديروها في البلاستيك وحده نطلقوها على هذا الشكل. البنات اللي ما عندهمش لاباغي ديال لي بات، الماكينه ديال لي بات، يخدموا عادي. قولي جينا نخدم معكم بلا باراي وبلا لاباراي باش كلشي هاد العام ان شاء الله يدير شباكيه. حتى البنات اللي ما كيعرفوش انا نعطيكم طريقه مبسطه ديال. دابا هي هادي ندوزوها في الماكينه. بالنسبه للعجينه غادي ندوزوها في النمره 2 وغندوزوها في النمره 1 زعما والارقام اللي فيها. يعني كاين اللي الارقام ديالها كيبدا من الصغير حتى للكبير، وكاين اللي من الكبير حتى للصغير. يعني على حسب كل ماكينه كيفاش كتخدم. انا اللي عندي من الصغير حتى للكبير، ما عنديش من الكبير حتى للصغير. يعني عندي من 1 حتى ل9. يعني 1 هي النمره الرقيقه و9 هي النمره الغليظه. صافي دابا نطلقوها العجينه بحال هكا. نحيدو هاد الزوائد غير بشويه باش ما تقطعش ليكم بهذا الشكل. صافي غادي نقطعوها. يعني بالنسبه للشباكيه كبيره ولا صغيره الحجم كيبقى على حسب الذوق يعني ديال كل واحد كيفاش كيبغي الشباكيه ديالو. بون انا كنديرها متوسطه صغيره شويه، ما صغيراش بزاف عاوتاني ما كبيراش. بسم الله. دابا غادي نقادو دوك الجنيبات بحال هكا. لكم جوج ديال الطرق ديال الشباك. غنبداو بسم الله نوريكم الطريقه الاولى. هانتوما غادي نحسبوا 1 ها 2. دابا درنا 2 تقطيعات ما نوصلوش للفوق يعني حتى هنا حتى للراس، عندنا غير واحد شويه. 1 ها 2 3 4 ل5 غادي نقطعوها. عاودوا 1 2 3 4 5 غادي نقطعو. 1 2 3 4 5 نقطعو. 1 2 3 4 والخامسة غادي نقطعو فيها. ناخدو وحده بحال هاد الشكل غادي نحلوها هكا. نهزو الاولى هكا، الثانيه لتحت، الثالثه الفوق غنحلوها، الرابعه لتحت، الخامسه الفوق. هانتوما عندنا 3 هنايا كما كتشوفوا. هما 3. نشدو هاد الطرف مع هاد الطرف وغادي نحاولوا نسدوه مزيان باش ما يتحلش لينا في القلي. دابا غادي نشدو هادي، هاد الثانيه غادي نحطوها فوق هادي على هاد الشكل. نشدو هاد الثالثه غادي نحطوها فوق منهم بحال هاد الشكل. غادي نحطوها هكا كما كتشوفوا. هانتوما كما كتشوفوا ما زدت حتى شي حاجه. شديت هادو درت واحده فوق وحده صافي وحطيتها. غادي نشد هاد الجوج وغندير لهم هكا نقرصهم ونحيدو هاد الزوائد باش ما تبقاش لينا العجينه كثيره. الشباكيه
ساهله ماهله، يعني ما كتاخذش وقت وحتى تشبك، يعني ساهله. نعاود معكم واحده اخرى. ناخذ وحده نقلبوها ديما شباكيه، نشدوها الا كانت بحال هكا غنهزوها غادي نقلبوها حتى هاد البلاصه كتكون شويه بحال ميدمه، وهذه نشفات. ديك البلاصه اللي نشفات ما كتبقاش تلصق لينا، شدينا من هاد الجهه كتلصق. هانتوما غنشدو الاولى، الثانيه نهبطوها، نهزو الثالثه، الرابعه غادي نهبطوها على هاد الشكل. نهزو هادي مع هادي، قرصوها مزيان، غادي نهزو هادي فوق هادي على هاد الشكل، نهزو هادي حتى هي فوق هادي بحال هاد الشكل. غادي نحطوها، بغيت نوريها لكم. شفتوا؟ غادي نقادو غير هادي هكا، هي الا كانت ما مقاداش صافي، وغادي نديرو لها هكا نقرصوها من الجنب. الا كان شي زائد غادي نحيدوه كما كتشوفوا. ها الشباكيه نحطوها، نخدموا واحده اخرى. دابا هي العجينه غنخدموها دابا بلا ماكينه، نطلقوا العجينه ونخدموها بلا ماكينه. باش البنات اللي ما عندهمش الماكينه ديال لاباط يخدموا حتى هما الشباكيه عادي. دابا هادي عندنا غادي نقطعها، نقسمها على جوج باش ما تجينيش كبيره وتعذبني. طلقوها هكايا على هاد الشكل. نطلقوا العجينه، ما نخليوهاش غليظه. وعاوتاني كاين اللي كيبغي الشباكيه تكون شويه عامره، كاين اللي كيبغيها رقيقه. انا كتعجبني الشباكيه تكون رقيقه، كتكون هشيشه اكثر. هي كتجي هشيشه، ولكن فاش كتجي ديريها رقيقه كتجي هشيشه. قادوها، نحاولوا عليها غير بشويه، راه المكونات كلهم مغربلينهم، يعني العجينه ما كتقطع ما والو على هذا الشكل. دابا غادي نقادوها نقطعوها هكا. بالنسبه للجراره خصها تكون هاديه، الا كانت شي جراره حافيه راه كتقطع العجين. بالنسبه للبنات اللي يلاه بادين بداو الجراره تكون ماضيه. الا كانت الجراره حافيه راه ما غديروا حتى شي حاجه، غتبقاو مقابلين غير هذاك، دوزو تعاودوا عليه وكتجي الشباكيه كاع مخربقه. بالنسبه لهذه اللي كتشيط لينا هاد الزوائد كنديرهم في البلاستيكه وكنعاودوا ثاني نطلقوهم. دابا بسم الله غادي نديرو هكا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. هادي باش ما نطولش عليكم باش تشوفوا. بالنسبه للشكل الثاني هانتوما، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. هي فين نقطعو؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة والستة. ها هي نوريكم. ناخدو هذه هي الاولى، نقلب هذه من هنا، نقرص هذه من هنا ونقرص هذه من هنا، نحيدو دوك الزوائد اللي كاينين. ها هي الشباكيه، نشدوها اللي فيها 6 ديال الاشريطه. غنشدو هاد الجوج ياك، غنحطهم فوق هاد الجوج كما كتشوفوا. عاوتاني غادي نشدو هاد الجوج وغادي نقلبوهم فوق من هاد الجوج. هانتوما جوج فوق جوج، يعني ثلاثة فوق ثلاثة. هذه اول تشبيكه اللي درت انا باش تعلمت نشبك شباكيه. كنشدوها هكا، هذه ديال المبتدئات، نشدوها هكا وكنلويو هذه مزيان من هنا كما كتشوفوا. انا لويت غير هذه، غنشد هذه غادي نحلها من هنا. كونوا موجدين العسل حدا الشباكيه ها هوايا باش غير نهزوها نطيوها في العسل.
ملي كتبان لينا بدات كتحمر صافي كنبداو نقلبوها، ما نخليوهاش تحمر بزاف عاوتاني البنات، حيت الا تحمرات بزاف كطفيها في العسل حتى هو كيعطيها اللون، يعني كتولي بحال محروقه، كيولي اللون ديالها كحل. مهم بالنسبه للشباكيه ديما نقصوا البوطه، نهزوها الشباكيه كلها على هذا الشكل، سقطروها مزيان بحال هكا مباشره، نطفيوها في العسل على هذا الشكل. بهذا الشكل تتسقطر مزيان البنات، حاولوا العسل ما تقطروش فيه الزيت، يعني ما يوصلوش بزاف ديال من بعد ما سخن الزيت كنتسناو الزيت حتى يسخن البنات مزيان. غادي نرميو الشباكيه، راه في ساعه كطلع بحال هكا، بعدوهم من بعضياتهم على هذا الشكل. ملي كتسخن الزيت البنات كنرميو الشباكيه، كنقصوا شويه من البوطه، غادي ناخذوها ونهزو العسل بحال هكا ونديرو عليها الشباكيه، خليوها تشبع عسل. طاحت ليا معلقه في العسل بحال هذا الشكل، خليوها تشرب مزيان العسل. نرميو الرميه الثانيه، ديك الساعه نجيو نصفيوها من العسل هسه بحال هكايا. حاولوا عليها غير بشويه حيت حنا دايرينها رقيقه، اللي بغات دير غليظه قلها ديرها غليظه، دايرينها رقيقه باش كتجي هشيشه. ونحطوها هنايا شي شبيكه، خليوها تسقطر بحال هكايا، نحطوها بالفرشيطه بالشكل. وهذا هو الشكل ديالها. كيف ما كتجي هكايا راه كتجي شاربه العسل وهشيشه البنات. هانتوما كما كتشوفوا انت شاربه العسل من هنايا، كتجي هشيشه وكتذوب في الفم البنات. الى عجباتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو. البنات اللي دخلوا معنا جداد تابوناو معنا في لاشين باش يوصلكم ديما الجديد، وبصحه والراحه.